السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم الجلاش باللحمه المفرومه، واعمل معاكم طواجن مكرونه باللحمه المفرومه، بس مش هعملها بالمكرونه القلم، انا هعملها بالمكرونه اللي هي الخواتم الصغيره. طبعا انتوا عارفين احنا اوامر ماشيه على الارض حسب ما الولاد بيعوزوا احنا بنعملهم اللي هم عايزينه، فهم كانوا حابينها بالمكرونه الصغيره، يعني مش القلم. انا بقى كان عندي لفه جلاش يعني متهربده شويه، او مش متهربده، مركونه بقى لها حبه في الفريزر. فاما طلعتها لقيتها ايه، يعني ايه الورق بتاعها، يعني مجرد ان انا بفرده بلاقيه بيتكسر يعني، او متقطع مثلا من جوه او كده. فانا قلت خلاص انا ايه هعمله الطريقه دي حلوه جدا جدا جدا، وعايزه اقول لكم بيطلع الجلاش مورق بطريقه رهيبه. دي حاجه. والحاجه التانية كمان زي ما انتوا شايفين معايا في الفيديو، عشان انا مش عايزه بس انا اطول في الكلام، عايزاكم تتفرجوا اكتر. اللحمه المتعصجه طبعا انا عملتها قبل كده وكلنا عارفينها بتتعصج ازاي. معلقتين سمنه بنحطهم، ونحط اللحمه، ونحط بصل وبس خلاص، ونسيبها على النار شويه، خلاص كده اتعصجت اللحمه. والبشاميل طبعا برضو انا عملته معاكم قبل كده، وكل الناس بتعرف تعمل بشاميل. انا بعمله على البارد ساعات، وساعات على السخن عادي، يعني بنحط الدقيق واللبن ونقلبه، ومرق الدجاج عشان انا بحب طعمها في البشاميل، بصراحه بتدي طعم حلو. بس واحطه على النار يتقل شويه وخلاص، يبقى كده ده البشاميل بتاعي. بعدين انا بحط عليه كمان، حطيت عليه 4 مكعبات جبنه نستو، بيدي طعم حلو قوي قوي قوي. زي ما انت شفتوا كده قطعت الرقاق بالمقص، وبعد كده رحت مفرفضاه كده هو بالسمنه، دي سمنه بلدي، كان طعمه تحفه. آه، فرفضته كده هو بالسمنه، دخلت جواه كله، حطيت النص، وبعد كده حطيت الجلاش. وبعدين حطيت اللحمه المفرومه وحطيت عليه الجلاش، وعشان الوش طبعا يبقى شكله حلو خدت ورقتين جلاش كده شكلهم يعني، خدتهم من نص الورقه زي ما انتوا شفتوا كده، من نص الجلاش فردتهم على الوش بحيث ان يخلي الوش بتاعه مفرود. هنا طبعا انا ما كانش عندي لبن، اللي كان عندي عملت بيه البشاميل، وده كان عندي اهم حاجه، يعني البشاميل مش هينفع يتعمل من غير لبن. المهم فانا بقى ايه، رحت حطيت كوبايه ميه، وانا الطريقه دي جربتها قبل كده حلوه جدا، يعني اللي هو ما عندوش لبن للجلاش مفيش مشكله، الطريقه دي جربوها والله العظيم بجد حلوه جدا 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 وهتعجبكم. كوبايه ميه حطيت عليها معلقه مرقه دجاج او معلقه ملح زي ما انت عايزه. والسر بقى في البيكنج باودر، لو حطيتي معلقه بيكنج باودر كبيره كده على الميه او على اللبن، لو في لبن، من غير بيض، ما بحطش على وشه بيض، من غير لبن، بصوا شكله اصلا عامل ازاي. كوبايه الميه وكوبايه ومعلقه بيكنج باودر كبيره، ده السر بقى، معلقه البيكنج باودر دي، وتروحي حاطاه على وشها من غير بيض ومن غير لبن ومن غير اي حاجه، هي ميه وبيكنج باودر بس، وسنه ملح مثلا، وتحطيه وتسقيه وتوسعي بس ايه زي ما انا عملت كده الفراغات، بحيث ان ايه الميه تدخل جواه، او لو عندك لبن مفيش مشكله، بس بالميه. بقول لكم اهو انا جربته حلو جدا جدا جدا. وبيطلع مورق من جوه، هوريهولكم في الاخر برضو ايه لما كانت الصينيه، بس انا كنت سبتها تبرد شويه تبرد، وايه في الاخر هوريكم لما انا هطلعه هيبقى اصلا مورق من جوه ازاي. وهنا طبعا المكرونه اهي دي اللي انا سلقتها عادي جدا يعني. وكان عملت لهم بقى في الطواجن الصغيره دي، عملت 3 طواجن اللي هي الالمونيا دي، حلوه قوي 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 بصراحه، وما هدرتش مني، يعني كل واحد خلاص عارف ان ده الطبق بتاعه. رصيته طبعا، حطيت بس في مقطع هنا بقى اتقطع، هقول لكم انا ايه هو. انا حطيت المكرونه ظبطتها في الاطباق، طبعا ما دهنتش الطواجن اي حاجه، ليه؟ لان انا دهنه المكرونه، يعني انا حطيت على المكرونه نقطه زيت كده بس عشان تبقى مفلفله. وزعت المكرونه نصها على ال3 طواجن، وبعد كده اخدت معلقه بشاميل، قلبت المكرونه في البشاميل، هي الحته دي ما جاتش يعني، ما اتصورتش. خدت معلقه بشاميل كده، هي يعني جايه وانا واخده معلقه بشاميل، بس ما جاتش لما قلبت البشاميل فين في المكرونه. لا انا حطيت معلقه بشاميل على المكرونه، وقلبت المكرونه اللي تحت دي بالبشاميل، وبعد كده رحت حاطه على الوش ورحت بعد كده رحت حاطه اللحمه المفرومه، وبعد كده حطيت وش المكرونه التاني، ورحت حاطه على الوش خالص بقى البشاميل. انا مزوده البشاميل كتير عشان انا بحب المكرونه بشاميل، بيبقى يعني بيبقى البشاميل بتاعها اكتر من المكرونه. اهو بصوا هنا انا وزعت يعني معلقتين كده بشاميل، قلبت بقى المقطع ده بقى اتقص، مش عارفه ما جاش معايا ليه.
انا قلبت المكرونه بالبشاميل وبعد كده حطيت اللحمه المفرومه وبدات وزعت بقيه المكرونه، وهبدا احط بقى البشاميل اللي بقيته كله على الثلاث طواجن. عايزه اقول لكم البشاميل لما بيكون كتير في المكرونه البشاميل اكتر من المكرونه بصراحه بيبقى حلو قوي قوي، بتبقى تحسوها كده ايه، سايحه، تحسوها سايحه كلها ببعضها. والجبنه النستو لما بتتحط برضو على البشاميل بتديله طعم وتست حلو قوي قوي قوي. عندك معلقه قشطه حطيها عليها، البشاميل ده بصي براحتك بقى. بس هو اهم حاجه في البشاميل ان هو لازم يكون باللبن، لكن اللي انا سقيت بيه الجلاش عادي، انا ممكن اسقيه بميه عادي، ممكن تسقيه بشوربه عادي، معلقه شوربه. في ناس بيحطوا عليه بيضايه، لا انا ما بحطش بيضه ولا حاجه، زي ما انتوا شفتوا كده هي كوبايه الميه او كوبايه الشوربه مثلا او كوبايه اللبن عليها بيكنج باودر، بس هو سرها في البيكنج باودر، بيورق الجلاش وبيخليه مورق حلو قوي قوي بصراحه. بس كده بعد بقى لما خلصت كده رحت واخده معلقه سمنه بلدي كده هون التست. انا ما بحطش على المكرونه برضو، ما بحبش احط على وشها بيض، نادرا لما بحط على وشها بيض لانه هو بيتحرق وبيبقى عامل ريحه كده، او الولاد مش بيحبوه كده كده بيشيلوه يرموه يعني. فانا بفضل ان انا ادهن وشها سمنه، الوش بيحمر، هتشوفوه دلوقتي لما هيخرج هتشوفوا وشها محمر لو دهناها سمنه. ما حطيناش بيض على الوش، ان البيض زي ما بقول لكم بيتحرق وكده كده بيركنوه لانه بيبقى ناشف ما بياكلوهوش اصلا. فانا دهنت وشها سمنه كده تديها منها، تديها طعم وريحه وهتديها لون حلو قوي. بصوا كده انا مش حاطه بيض على وش المكرونه، شايفين اصلا المكرونه عامله ازاي؟ حلوه قوي قوي، جربوها برضو، ما تحطوش بيض على الوش وشوفوا المنظر بيبقى عامل ازاي. بس كده، وده الجلاش بقى اللي انا عملناه. طبعا حطيت على الجلاش بقى يعني التست بقى من فوق كده، وحطيت حبه سمسم وعليهم حبه البركه، ادوا طعم وشكل حلو قوي وريحه حلوه قوي قوي. هنا المكرونه بوريكم، بصوا البشاميل كتير مع اللحمه مع المكرونه الصغيره دي. احنا لازم نغير، مش لازم ان انا مكرونه بشاميل يبقى لازم ان انا احط لها بشاميل، قصدي مش لازم ان انا تبقى اسباجيتي، لا عادي اللي انت عايزاه، انت اللي هتاكلي وانت اللي تحبي تعمليه، مش لازم يعني. اهم حاجه اللي انت شايفاه عاجبك هو اللي تعمليه. وادي الجلاش اهو انا طلعه لكم اوريكم. بصوا الجلاش اصلا طري جدا جدا ومورق، ده طبعا كان بعد ما برد. ودي كانت طريقتي في الجلاش باللحمه المفرومه ودي والمكرونه. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسونيش طبعا في اخر الفيديو في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله ان شاء الله مش هغيب عليكم كتير كده، لان انا قعدت فتره كبيره جدا يعني بقالي تقريبا شهر ما نزلتش حاجه على القناه. لا ان شاء الله ادعوا لي كده بس عشان هو بيبقى كبت كده شويه وما ماليش مزاج اعمل حاجه، فان شاء الله ابقى معاكم قريب باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.